احنا اخترنا ويا بخته اللي زرتينا نرسلت النور نورنا خلي السعادة على ديارنا طريق حبيبي احنا اخترنا يخطط طميري واقف في روضته بصلي عطري حبيبي يوصلني اسمع دموعي تنزل من عيني نفسي ابقى مع الغالي وبكفه يمسح احزاني. يا مساء الخيرات عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل واحسن حال. تعالوا بقى اقول لكم النهارده الفيديو كده، بصوا هو شارح نفسه بنفسه. بس يا جماعه باركولي الستاره الحمد لله اتصلحت، بس نص تصليحه. ازاي بقى نص تصليحه؟ هبقى اشرح لكم في جوه الفيديو كده. اهم حاجه ما تنسوش بقى، اهم حاجه اللايكات بتاعتكم والكومنتات. على فكره الفيديو بتاع امبارح انا زعلانه منكم قوي، الفيديو سقط بجد. يعني الفيديو تقريبا يعني ما جابش غير 400 مشاهده، وتقريبا ما كملش والله. وتقريبا يا بنات تقريبا يعني. بصوا اهم حاجه حتى لو انتي مشتركه، اتاكدي بس ان انتي مفعله الزرار بتاع الكل. ولو مش بيوصلك اشعار، لان غالبا في ناس مش بيوصلها اشعار، خلاص انتوا حفظتوا القناه، اكتبوا ماي هاوس كده بالعربي حتى مش بالانجليزي، ان شاء الله تطلع لكم. دوري عليا كده، اللي يحبني يدور عليا خلاص. اوك. بصوا بقى، الستاره يا جماعه جوزي الحمد لله هو عرف يصلحها تمام. بس ايه، لقيته جايبها لي وجاي كده وبعدين بيقول لي ايه، بصي انا حاولت اصلحها لك. قلت له تمام، ده يعني بجد؟ قول والله. ده انا عيطت. قال لي بتعيط عشان الستاره؟ قلت له والله العظيم عيطت قلت له عيطت بجد. كنت زعلانه عليها قوي، لان هي بقالها عندي فتره طويله، يعني اقول لكم والله داخله في 4 سنين. فقال لي بس المهم انا صلحتها لك، بس مش هتولع وتطفي وتدي درجات قلت له امال هي هتعمل ايه؟ قال لي هتفضل مولعه بس كده. قلت له يعني قصدك مش هتقلب اللي هي الانوار بقى وكده وتقلب وتبقى درجات؟ قال لي بالظبط كده قلت له مش مهم مش مهم، بس انا حرفيا مش هينفع ان انا اشتري ستاره، انت فاهمين؟ بس قال لي طبعا ايه، ما تولعهاش كتير علشان طول ما هي مولعه كتير مش بتدي درجات فهتسخن منك بسرعه. فالمهم قلت ايه، الحمد لله امشي بيها نفسي لحد ما يبقى باذن الله يعني ان عشت كده وكان ليا عمر، ابقى اجيب لي واحده على رمضان باذن الله، اللي هو الجاي ده، لا اللي وراه ان شاء الله يعني باذن الله. المهم ايه، فرحت بصراحه، فرحت. وطبعا انا بفرح قوي لما بقعد اقول لكم بالله عليكم ادعوا لي وبتدعوا لي، والله العظيم يعني بتفائل بيكم، يعني فاهمين قصدي. والحمد لله الواحد برضو ايه اللي هو يعني، قلت لنفسي ايه يا خلاص بقى، هو انا هعيط عشان خاطر الستاره؟ وقلت ايه لا يعني مش هعكنن ايه على نفسي يعني. فالمهم بقى ايه، دخلت بقى طبعا انتوا عارفين بقى، بصوا التراب وكده، فقلت ايه الفرشه دي نضيفه، انا مخليها اصلا للانتريه وكده، فقلت اشيل بس التراب اللي عليه. واستنوا بقى هتشوفوا الكياتة والخطورة. ويا خروشي يا خروشي على الجمال اللي هيحصل دلوقتي، تمام؟ وبجد بقى بجد مستنيه بقى كده رايكم والتعليقات بتاعتكم. الفيديو امبارح كان صامت، مفيش حد يقول لي حلو وحش، مفيش غير حوالي 2 بجد يعني او 3 حبايب قلبي كده هم اللي ردوا عليا، والباقي لا. بتروحوا فين انتوا؟ مش تبقوا فاضيين طيب عشان تردوا عليا؟ المهم بقى بصوا، دخلنا ايه، حطيت بقى الكوشن دي، كنت انا شايلاها اصلا في الدولاب. بصراحه مش بحب زحمه الكوشنز كتير يعني، فاهمين؟ فالمهم قلت ايه، يلا بقى ايه اطلع كده علشان خاطر احط بقى اللي هي الحاجات بقى بتاعت رمضان وكده، تمام؟ عايزه اقول لكم يا بنات بجد حرفيا اكيد انتوا كمان زي برضو البيت كله تراب من كل حته بجد والله. فانا طبعا النهارده ايه قلت لا مش هعمل بقى معاكم روتين واقعد اشغل المكنسه والمع الارضيات، لا انا ايه عملت مع نفسي الارضيات وشغلت المكنسه، وقلت ايه علشان خاطر بقى ايه يعني اخلص وانجز بقى، فاهمين؟ فالنهارده ايه هعمل معاكم كده باذن الله الريسبشن كله، تمام؟ بس ايه انا مش هعمل جولة في الاخر، يعني كل حاجة هخلصها دلوقتي هصورها لكم، فاهمين قصدي؟ ان شاء الله باذن الله. لو الفيديو ده بكده يعني، يا رب باذن الله، لو الفيديو ده جاب يعني مشاهدات شويه، ممكن انزل لكم بكره تاني، يعني لو على حسب بقى التعليقات بتاعتكم
ويعني وتقولوا لي يعني فاهمين قصدي. اول ما الفيديو باذن الله باذن الله لو الفيديو بنات اترفع هحاول انزل لكم بكره، انا كده كده مجهزاه ومفيش اي حاجه يعني باذن الله باذن الله تعطله. بس اهم حاجه ايه، انتوا ايه ساعدوني كده باللايكات بتاعتكم. ويلا بقى ايه دعوه حلوه كده منك، احنا داخلين على رمضان. اهم حاجه ايه الزياره بتاعتي، فين الزياره بتاعتي؟ الزياره بتاعتي يعني اللايك بتاعي على طول، اللايك والكومنت على طول. بصوا حلوه صح؟ انا مشكلتي ان انا ايوه الكاميرا يا بنات مش عارفه، شويه تدي غامق وشويه تدي فاتح، فمش عارفه بقى الله المستعان. بصوا انا مرضتش اجيب اللي هي الكوشن اللي عليها حروف، لان انا كان عندي منها من السنه اللي فاتت، وبصراحه خوفوني منها السنه دي، وقعدوا يقولوا بتروح ومش بتروح، مع ان انا عندي منها، يمكن عشان عندي من السنه اللي فاتت فالموديل ده غير ده. بصوا بقى انا حطيت البيش دي علشان خاطر انتوا عارفين السجاده اللي ما اتفرجش امبارح على الفيديو بتاع امبارح، انا امبارح فرشت بقى السجاد وحطيت كل الديكورات والحاجات وكده، بس دي حاجه رمضان، فانا حطيت البيش ده ومعاه اللي هو الاوف وايت بتاع رمضان ده علشان خاطر ايه يعني تبقى لايقه على الستاره ولايقه على ايه على السجاد. والمصليه دي انتوا عارفين هي اصلا كانت عندي، فقلت ايه احطها برضو عشان خاطر تبقى يعني قريبه مننا واحنا بنصلي وكده. هنا بقى بصوا هنا كركبت السنين، الدنيا كلها مكركبه، وده طبعا التراب اللي بقول لكم عليه. انا بصراحه ما لمعتش بقى الترابيزات، قلت هبقى لمعها معاكم عشان بالمره افرش الحاجه وتشوفوها وكده، فاهمين يعني ببين لكم مدى التراب اللي انا فيه. ده اللي هي الفوانيس وكده، ودي الحاجه كلها بقى عايزه اشيلها دلوقتي. انا قلت اجمعهم يعني اجمعهم حواليا علشان خاطر ابقى عارفه بقى انا هحط واشيل وكده. بص بقى طبعا الناس كلها بتطلع بوكسس كده كبير بتبقى حاطه فيه حاجه رمضان، هي دي اللي عندي. انا مش بحب حاجه رمضان كتير يعني انتوا فاهمين قصدي، وانا بعمل كده لشت الشمعدان يعني وقعته كده تمام. بصوا بقى ما حدش عيب عليه، ده بتاع زمان قوي، بس عايزه اقول لكم والله العظيم وحياه ربنا حرفيا انا بحبه جدا، وزعلانه قوي قوي ان ما بقاش ينزل منهم اللي هم القطيفه دول، يعني انا بجد ما بقتش بشوف منهم. بقوا حاليا كل اللي منتشر اللي هو الابيض واللي مكتوب عليه اللي هي الحروف العربيه والاسود منه والحروف فاهمين قصدي، ما بقاش فيه من دول. فبجد لو كنت اعرف اللي هو اللونه اسود ده، لو كنت اعرف ان هو خلاص هينقرض كده، كنت بدل ما اجيب 2 كنت جبت لي 6 كده ولا حاجه، فاهمين الخامه بتاعته قطيفه. دي الحاجات اللي انا قلت لكم، انا اصلا عندي حاجات بتاعه رمضان من زمان وبرضه هفرشها معاكم والله العظيم وحياة ربنا. عايزه اقول لكم طلعت سكر سكر سكر، مش قادره اوصف لكم والله، يمكن احلى من يعني الحاجات الجديده اللي انا جايباها، الجديد اللي انا جايباه اللي هو على الانتري. واللي عايز الاسعار والفوانيس وكل الحاجات اللي انا هفرشها، الفيديو كان من حوالي 3 ايام اللي كنت منزلاه بالاسعار بتاعه المشتريات وكده، لما نزلت المنشية وكده فاهمين قصدي. ده كده والشين، فانا مش عارفه بقى افرش فمحتاره عماله يعني اللي هو ما فيش حاجه في دماغي قوي مش عارفه. ولادي عايزه اقول لكم زعلانين وعمالين يقولوا لي كده، بس هي دي حاجه رمضان، هي دي حاجه رمضان طب احط لكم طيب قولوا لي. لا فين طبعا انتوا عارفين في ورق كده انا جايباه احمر وازرق، ولادي عايزين هيصه هيصه وزيطه وزمبليطه، وهو ده رمضان بالنسبه لهم هو ده رمضان بالنسبه لهم. فعماله اجرب كده، فقلت لا اراضيهم بقى، ما هي مش كل حاجه بقى شيك وكياته ومش عارفه لا ما برضو انا عايزه افرحهم هم انتوا فاهمين. بصوا بقى دي ملك هانم مسكت الشمع وانا بعمل بيه حاجات، فالقماشه دي اللي انا كنت عامله بيها اليقطين يا بنات اللي على الانتريه، وكنت سايبه حته عشان كنت اعمل يقطينه كمان، راحت هي قعدت تقصقص وتعمل هلال وقال بتعمل تمريه، والله يجي منها وحياة ربنا بس السكر والله. بصي وتقول لي حطيها لي وصورها لي، فقلت اصور لكم البت وموهبها المواهب بتاعتها. المهم بصوا ده بقى اللي عندي من السنة اللي فاتت، انا مش عارفه الشريطه دي بتاعت وده بتاع انا ما اعرفش بقى، انا زيكم كده ببقى ناسيه والله فاهمين.
فده كده اهو. على فكره انا غسلته والجلد اللي فيه ده ما طلعش، يعني ده بتاع السنه اللي فاتت يعني، فاهمين؟ فمش عارفه بقى، يمكن خامات او حاجه، او يمكن من تاني غسله ولا حاجه. اهو انا بقرب لكم عشان خاطر اوريهولكم. انا هنا بقى مش عارفه احط، وبصوا انا حطيت، ففي الاخر بيقولوا لي ايه رايكم، يعني احط بكار هنا ولا لا؟ بس انا ولادي حابين بكار قوي، واللي هو لا انتي كل حاجه كده هتحط لنا دي. وفنانيس ده كان عندي فلقيته مقطوع خالص، فروحت حاطاه كده جوه الكوشن، ورحت ملبسه برضو التاني كده اتفسي كده وخلاص، اي حاجه. هنا ابني بيجري كده، ما عادي عادي، اي حد يعدي كده وعادي. المهم حطيت البكار، فقلت طب والله حلو شكل الهلال، لايق يعني على الكل. وبعدين بقول لكم لايق ولا مش لايق؟ هو انا كل سنه هقعد اجيب اللي عندي وخلاص؟ انا كويس قوي قوي ان انا السنه دي اشتريت الرانر اللي هو الابيض، اللي انا لسه اللي انا حاطاه على الانتري دلوقتي، هو والكوشن بتاعته. تمام، هقعد بقى افكر احطها ازاي، واشيل دي واحط دي، وفي الاخر ابقوا ادوني رايكم، يعني قولوا لي بقى احط دي كده ولا احط دي ولا اعمل ايه. بس والله شغاله، مش وحشه يعني، فاهمين؟ بصوا اللي هو اوه اوه بقلد ملك اللي هو زهقت بقى فمش عارفه احط ايه بقى، يعني احط عماله اقول لها احط كده. انا عايزه اقول لكم انا لو مطلعه صوتي ساعات بكلم نفسي والله حرفيا. فاللي هو فكتمت الصوت بقى، يوه في الاخر رحت متشنكه ورحت حاطه كده بسرعه، حطيت دي وحطيت دي وخلاص كده. وبصوا الكيته بقى يا خروشي، اسمع واحده سكره بقى. فراشة الحاج علي بترحب بيكم. ما قلبتش على قاعة اللؤلؤة، لا هي قلبت على فراشة الحاج علي بترحب بيكم. آه، يا رب تكون عجبتكم. بجد كان شكلها حلو قوي، فبقول لها فراشة الحاج علي اللي هو حسيت كله يعني كله عمال ينور ينور كده فبقول لها ايوه احنا شكلنا هنعمل زي الناس اللي هم قلبت منهم على قاعة اللؤلؤة دي، ولا مش عارفة فقلت لها لا لا لا، دي فراشة الحاج علي. المهم مسحت الازاز كده وظبطته، لان طبعا كان فيه تراب، فاهمين؟ وانا بقى بركب اللي هي الستاره اللي هنا دي. عايزه اقول لكم الفرع اللي انا وريته لكم ده انا خربته ومش عارفه والله، انا وانا بمسك الحاجه وانا بطلع الحاجه من بعضها لقيت يعني السلك زي ما انتم شفتوا كده وانا بوراكم على السفره. لقيت السلك مقطوع. المهم قلت ده فرع واحد لقيته لا ده زي سلكتين كده طالعين من اللي هو البوكس الابيض يعني. فقلت بقى بعدين بقى خلاص اركنه بقى اركنه على جنب. وهنا بقى طبعا دي انتوا عارفينها، دي يعني كانت نازله موضه كده من حوالي 4 سنين، وعندي زي ما هي. وعلى حظي بقى قلت يا بنتي شغليها كده تبقى على البوفيه، بدل ما البوفيه غامق كده وضلمه، شغليها. ابص لكم الاقي السلك، يعني انا ركناها بقالها سنين، الاقي السلك هو شبرين. طب يعني اني فيشه حضرتك اللي احطك فيها دي؟ انا مش عارفه. فمش عارفه، قلت ابقى اجيب مشترك، لا انا لسه هشتري مشترك. اتحطي كده جنب اخواتك، وحلو كده عليكي قوي، حلو قوي كده. وهنا ده برضو كان رانر برضو، كنت جايباه مع الكوشن اللي هي القطيفه دي. بصوا حاجات انقرضت كده من زمان، بس بصراحه بحبهم جدا جدا، وبجد حاجات بتعيش غير والله الحاجات بتاعت دلوقتي بقى، الجولد اللي بيروح واللي بيتغسل والكلام ده كله. شفتولي فراشة الحاج علي منوره ازاي؟ اسمع واحده سكره بقى بعد اذنكم، قولوا لي يا سكره، فراشة الحاج علي طلعت حلوه صح ولا لا؟ بصوا الدنيا منوره بربرق من حواليا بربرق شلت عماله الم بقى الم العده بتاعتي، مش عارفه الم. بصوا اتنرفزت والله، اتخنقت انا مش عارفه الم من هنا ولا الم. عايزه اقول لكم بقى، افرش الانتري، اخد الحاجه من على السفره احطها في الانتري، اجي اصور الانتري، اروح شايله الحاجه يا لهوي عليا، يا لهوي اللي هو محتاسه قوي. المهم
قعدت بقى الم كده عشان خاطر يعني انجز بقى في يومي ده، انجز الدنيا هتليل، ولسه ولا عملت غدا ولا عملت حاجه وكل شويه حد يقول لي انا جعان اعمل لك سندوتش. لا هو في المدرسه سندوتش وهنا سندوتش، اللي هو انت تتامروا، ده انا اساسا ما شربتش اي حاجه من الصبح. انا بقى ايه خايفه ارمي الاكياس يا بنات، وفعلا ده اللي كان هيحصل، والاكياس جواها حاجات، فقلت لا ايه افضي كده ايه واشوف. احنا لسه ما فرشناش، لا ده انا كده فضيت الحاجات اللي على السفره. يا بنتي شيلي الجلانس اللي حطيتيه في وشنا ده، شيلي معلش، استحملوني شويه، اصل انا مش عارفه اودي الحاجه فين، فيعني استحملوني شويه. المهم بشيل الحاجه دي كده تمام. يا ربي هشيلها امتى؟ معلش بقى ميبقاش خلقكم في مناخيري شبهي كده، اصبروا شويه وخليكي صبورين كده. المهم ايه شلت المفرش ده بقى خلاص، عشان هحط ايه اللي هو الرنر التاني بتاع الكوش، هحط يا خراشي على السفره برو ولسه لما هتتمسح بقى هتنور اكتر. ايه رايكم؟ حلو ولا مش حلو؟ لا لازم اسمع رايكم بقى، ارفعوا لي الفيديو ده بجد يعني، والله العظيم مش عارفه ليه انتوا ليه بتستخسروا فيا كده ليه؟ يعني احنا داخلين على رمضان، خليكي كريمه كده وحطوا لي اللايكات وحطوا لي كومنتات كده تشجعني. انا حرفيا بجد لما مش بلاقي حد مثلا، طب حتى قولوا لي وحش اي حاجه، طيب اللي هو يعني الاقي حد شاف الفيديو فارد عليه. انتوا فاهمين؟ انتوا يعني فاهميني، اكيد انتوا فاهمين. المهم بقى مسحت الازاز و... ولمعته كده من التراب بقى اللي فيه. انا عايزه اقول لكم انا بغيب كده ليه، لان بيبقى فيه زي مكان الكوبايه مثلا محطوطه او حاجه، فعشان كده غيبت فيه كده من هناك، كان ملزق كده، فاهمين؟ شايفين؟ والله حلوه اهي. والفانوس اللي هناك ده مش عارفه، بفكر اجيب له مشترك واحطه فوق كده، علشان خاطر هو مش فانوس، الخشب ده على فكرة نازل منه دلوقتي موضة، بس اللي هو تقريبا جولد كده يعني، على شكل جولد، ده على شكل خشب. هنا خلاص فرشته. وعايزه اقول لكم بقى في ميزه في الرانر ده، بجد والله يعني انا لما جيت اجيب كان في زي 3 اشكال، مش عارفه الحروف اللي هي العربيه دي والرسمه دي، ورسمه تانية كان عليها زي فوانيس ونجوم، او هلال ونجوم حاجه كده. فالمهم انا قلت لا خليني في الرسمه اللي هي مش عارفه سامبوكسات دي، قلت هتبقى حلوه قوي. وبعدين عادي هينفع معايا رمضان مش رمضان، يعني مش هيجرى له حاجه، فاهمين قصدي؟ البوفيه بقى انا ما عنديش اصلا بصراحه، فاهمين؟ فقلت ايه عادي يعني، هو كده كده ده اوف وايت وده اوف وايت، والله مش باين قوي، فقلت ايه سيبه زي ما هو كده بالمفرش بتاعه الفرو. وكده كنت انا ايه خلاص لسه بقى احط، يا خروش يا بت انت يا سكره، ايوه كده. شفتوا السفره نورت ازاي؟ يلا بقى كومنتاتكم الحلوه كده، قولوا لي كده كلمه كده، رضوني بيها الفيديو سقط امبارح واعصابي تعبانه منكم ليه كده؟ طيب انتوا شفتوه طلعتوا منه ولا انتوا عملتوا ايه؟ قولوا لي عملتوا ايه، علشان انا من امبارح كنت بعيط، ما يغركوش والله انا بكلمكم وبضحك، بس انا من النوع اللي اضحك واعيط الاتنين في واحد، والله الاتنين في واحد. حطيت الفانوس الخشب بتاعي دوت، مش عارفه الهلال قصدي الخشب، يا خروشي ايه رايكم بقى؟ حلو صح؟ فراشة الحاج علي بترحب بيكم. لو حد عايزني انا موجوده، ابعتولي كده بس وانا اجيلكم واظبط لكم الدنيا. ايه رايكم؟ حلو ولا مش حلو بقى بجد؟ لا قولوا بجد بقى، ومستنيه بجد. بصوا مش عايزه حد يحط لي قلوب، ومش عايزه حد ما يكتبليش، هزعل منكم في رمضان وهزعل يعني. خلينا بقى كده ايه يعني، رضوني في رمضان، عشان انا خلاص قربت اقفل القناه دي من كتر الاحباط يعني. اقول لكم النور بجد كان داخل بقى مع الاضاءه، هي دي بقى الستاره اللي هي ايه خلاص مش بتبربش، الستاره ما بقتش بتبربش. هي بتفضل ثابته كده، مش مهم، كتر خير الراجل، حلو قوي كده منك، شكرا. شكرا يا ابو العيال والله شكرا.
اللي هو حلو قوي كده. ايه رايكم بقى في البتاع اللي انا مدلدلتها من النيش دي؟ حطيت حته القماشه وزنقت الباب كده وكده، ايه حلو قوي. فاللي هو مش عارفه احطها فين، كنت زمان بستخدمها رانر، فقلت ايه لا ده انا بحبها، فروحت حطها فين، حطها زي ما انتوا كده شايفين ووراها النيش. وطبعا انا ما نزلتش معاكم غرفه الليفنج لان بصراحه لقيت الفيديو طويل قوي، وان شاء الله لو الفيديو ده اترفع كده ورفعتوه بالمشاهدات بتاعتكم كده بقى، وحطوا لي لايكات، وان شاء الله هنزله لكم بكره، واستنوني بكره، ومع السلامه.